السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل يوم هو في شأن. شوف أنت هذا الزيتون، هذا الزيتون سبحان الله. شوف كان الناس يفهمون الخير، الخير، لأن هذه الزيتونة، هذه الشجرة هذه قال على الله تعالى شجرة مباركة في القرآن، ولكن الناس تنسوا الفضل، لأن الشكر ديال الله ما تنسوا. الناس من يعطيهم الله الخير ويعطيهم الخير، الناس ينسوا الشكر ديال الله تعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: أهل شكري أهل زيادتي، أهل شكري أهل زيادتي. لأن باش نستقبلوا هذه النعمة نستقبلوها بالشكر. وتيقولوا العلماء بأن الشكر راه ثلاثة، لأن الإنسان خاص يكون الشكر بالنعمة باطنا، والتحدث بها ظاهرا، وإسرافها فيما يرضي الله. هذا هو هذا. ولكن حنا في شي وقيته ما كانش الخير موجود. الناس تبيع الزيتون، تدي بالكرارس، تدي بالشواريات، يعني كان الله تعالى نعم عليه من كل خير، من كل شيء. ولكن اشنا هي الاسباب؟ الاسباب هي العشر. الناس ما تتعشرش المال ديالها وما كاش العشور. شنو هو العشور؟ لان الزكاه وحدها اللي تيدور عليها الحول، وهذا عشور تا هو تيسهل الحق. هذا كان تيسهل، ولكن قليل اللي كان تيعشر. ربما داك الواحد في الالف وما كان تيخرج ديك الزكاه على حقها وطريقها، العشور. والله سبحانه وتعالى كل حاجه جعل لها الله تعالى التيسير، لان احنا تنخرجوا نصف العشور، ماشي العشور كامل. ملي تيكون الحاجه اللي فيها السقي وفيها تماره وفيها داك، تيخرجوا النص ديال العشور، ما نخرجوش عشور واحد. ومع ذلك الناس عاجزانين. ولكن شوف الحاله، شوف الحاله، لان الانسان كل نعمه فهي مفقوده ما تيحس بها الانسان حتى تيخرج منها. والله يلطف بينا، امين يا رب العالمين.